بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من مانشات أحمر. معي أنا إنس حليم، ونبدأ من أبرز المانشاتات. مفوضية الانتخابات تطلق الإجراءات الدستورية لإقليم البصرة، وسكان المحافظة يستبشرون بعد عمل دام أكثر من 10 سنوات. بوتين يعلن استعداد روسيا للتفاوض والتوصل إلى حلول سلمية لجميع المشكلات سلميا. في يومها الأغر اللغة العربية الفصحى أمام تحديات التواصل الرقمي. في زمن تتسارع فيه الرسائل وتختصر الكلمات إلى رموز، تقف اللغة العربية اليوم أمام اختبار جديد. وسائل التواصل الاجتماعي التي قربت المسافات بين الناس أعادت تشكيل علاقتنا بالكلمة كتابة ونطقا ومعنى. فهل أسهمت هذه المنصات في إحياء العربية ونشرها بين الأجيال، أم فتحت الباب أمام تشويهها وتفكيك قواعدها؟ بين التأثير الإيجابي والتحديات اللغوية نفتح في مانشاتنا نقاشا حول مستقبل اللغة العربية في عصر التواصل الرقمي، بعد أن نتابع هذا التقرير. منذ ظهور وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد اللغة العربية حبيسة الكتب أو المنابر التقليدية، بل أصبحت حاضرة في التغريدة والمنشور والتعليق وحتى المقطع القصير. هذا الانتشار الواسع منح العربية فرصة جديدة للوصول إلى ملايين المستخدمين، وأسهم في إحياء الاهتمام بالمحتوى الثقافي واللغوي وظهور مبادرات رقمية تبسط القواعد وتقرب الفصحى من الجيل الجديد. لكن في المقابل فرضت السرعة منطقها، فتزايدت الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية، وتراجعت العناية بصحة الكلمة، لتتحول الكتابة في كثير من الأحيان إلى أداة تواصل سريعة لا مساحة فيها للدقة أو الالتزام اللغوي. الأخطر من ذلك أن الالتزام باللغة العربية الفصحى تحول في بعض منصات التواصل إلى مادة للسخرية والتنمر، حتى أصبح مدرس اللغة العربية يقدم أحيانا بوصفه شخصية جامدة أو مثارا للتندر. هذا النهج لم يتوقف عند الفضاء الرقمي، بل امتد إلى بعض الأعمال الإعلامية والفنية، حيث اختزل التراث العربي والقرون الأولى لازدهار اللغة العربية بالسخرية من الفصحى والاستهزاء بها أحيانا في قوالب كوميدية فجة تفرغ اللغة من هيبتها وتقدمها بكونها لغة غير صالحة للعصر. ويؤكد خبراء اللغة أن المشكلة لا تكمن في التطور أو في أدوات التعبير الحديثة، بل في غياب الوعي الثقافي بدور اللغة. ووسائل التواصل قد تكون جسرا لإحياء العربية أو ساحة لتهميشها. اليوم حلقة مختلفة قليلا، واعترف منذ البداية بشيء واحد أشعر ببعض القلق. فاليوم لا أحاور محللين سياسيين ولا خبراء أمنيين، بل أحاور أستاذين متخصصين في اللغة العربية، الدكتور عمار المرواتي أستاذ اللغة العربية من الموصل، ومن المغرب سيد عبد الكبير الحسني أستاذ اللسانيات في جامعة السلطان مولاي سليمان. يعني باختصار أي خطأ لغوي سيسجل وأي زلة لسان لن تمر مرور الكرام. سيد عمار، هل ما نكتبه وننطقه يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي هو خروج عن العربية أم امتداد طبيعي لها بأشكال جديدة؟ تفضل. شكرا ست إيناس، شكرا لقناة الشرقية على هذه الاستضافة الكريمة. يعني لو رجعنا قليلا لوجدنا أن انفتاح آفاق الكتابة ومع ابتداء عصر التدوين سمح للكثيرين بكتابة النصوص الأدبية الضعيفة شعرا أو نثرا. نحن نتصور أن الشعر الجاهلي مثلا هو الشعر الأكمل، وأن كل من كتب الشعر في العصر الجاهلي هو شاعر فحل، والحقيقة ليست كذلك، لأن غياب التدوين ترك المساحة كاملة للذاكرة وللذائقة، فلم تحفظ سوى الجيد الممتاز عالي الأداء. ولكن عندما سمح
وانتشر التدوين وصار بمتناول الجميع، رصدنا نصوصا كثيرة لم ترقى إلى مستوى النصوص الأدبية العربية العالية. هناك ربما آلاف الشعراء في العصر الأموي والعباسي، ولكن لم يبقى منها إلا النصوص العالية دونت، وربما كان بمتناول الكثيرين منهم الكتابة. والحال نفسه في ما يسمى بالفترة المظلمة، أو كما يسميها منصفوها الفترة المظلومة. اليوم مع انتشار الصحافة قبل توسع الشبكة العنكبوتية، كان للصحافة دور في انتشار عدد كبير من النصوص الضعيفة أو العادية، ولكن في الوقت نفسه كان هناك نصوص عالية المستوى صياغة ودلالة. طيب إذا المشكلة ليست جديدة، لكن ربما اليوم صارت أخطر لأنها أوسع، وصار النشر بمتناول أي طفل في البيت وفي المقهى ومن كل المستويات سمح لهم بالكتابة. ولكني دائما أقول إن أفضل النقاد الذين سيصونون الجيد ويحفظونه ويهملون الضعيف ليس إنسانا، ليس ناقدا رجلا أو امرأة، وإنما الزمن هو خير النقاد، وهو صاحب الكلمة الفصل مستقبلا في بقاء الجيد. سيد عبد الكريم، المشكلة ليست جديدة كما تحدث ضيفنا سيد عمار، لكن نشاهد بعض العرب وخصوصا المغاربة يستخدمون الحروف اللاتينية في كتاباتهم بالعربية. ما مدى تأثير ذلك على الفصحى والحفاظ عليها؟ تحية طيبة. أولا الشكر موصول للأفاضل في الشرقية على هذه الاستضافة. طبعا سعيد جدا بأن نناقش هذه القضية المتعلقة باللغة العربية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا كما قال الضيف الكريم بأن الأمر ليس جديدا ولا يمكن أن يكون جديدا، يعني ونحن نتحدث عن تطور متعلق باللغة العربية. طبعا حضور اللغة العربية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي يعني له ما له وعليه ما عليه. وإذا كنا اليوم نتحدث عن بعض العوائق وبعض السلبيات التي يختص بها هذا الأمر، فممكن أن نعتبر ذلك من باب أننا دخلنا مرحلة جديدة على مستوى تدوين اللغة، سواء تعلق الأمر بالعامية أو تعلق الأمر كذلك بالفصحى. ولكن ما دام الأمر يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي، فأعتقد أن الأمر هو منسجم مع طبيعة التواصل الاجتماعي الذي يميل إلى التواصل بالعامية أكثر. وهذه الجوانب المتعلقة بالكتابة والتدوين بالعامية بالتحديد يعني خلف مجموعة من الآثار يعني التي يمكن أن نجملها، خصوصا هنا في شمال إفريقيا. يعني أصبحنا يعني نتحدث بلغة لا أعلم نوعيتها ولا أعلم في أي صنف يمكن أن نصنفها. فنحن نكتب في وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يكثر أننا نكتب بالدارجة بحروف لاتينية. فنحن الآن إذا أردنا أن نصنف هذه اللغة فسنجد صعوبة في تحديد نوعيتها. هل هي عربية فصحى؟ هل هي عربية دارجة؟ هل هي بين؟ هل هي يعني يصعب أن نحدد هذه اللغة. لذلك فالتواصل هنا مرتبط بشكل كبير بأن وسائل التواصل الاجتماعي فتحت الباب أمام هذه اللغات التي يعني يقول لك فيها المرسل السلام بحروف اللاتينية، يعني أنه يعتمد على S A L M A، يعني أن الأمر لا يتعلق بلغة محددة ولا يمكن أن يتعلق بلغة محددة، لأننا أصبحنا أمام معطيات لا نعلم عنها شيئا سوى أنها لغة جديدة يجب أن نتعامل معها ويجب أن نناقشها ويجب كذلك أن نبدي فيها الآراء، خصوصا على مستوى التخصص، لأنه هذا باب مفتوح أمام الناس وأمام العلماء بالتحديد وأمام طيب، يعني هل ستفقد اللغة العربية سيد عبد الكبير هويتها أمام تلك اللغات التي لا نعلم من أين جاءت ولكننا نتماشى معها؟ لا طبعا مسألة أن تفقد اللغة العربية هويتها هذا أمر استبعده، هذا أمر مستحيل.
بالنظر لمجموعة من الأمور التي تدعم هذا الأمر. وسائل التواصل الاجتماعي عندما فتحت الباب أمام هذه اللغات الهجينة التي لا نعلم عنها شيئا، هذا لا يعني أننا نهدد معيارية اللغة وأننا نهدد الفصحى أو أن هناك ربما قد يكون هناك تشويش على هذا الأمر، ولكن يجب أن نضع الأمور في صلب محيطها الذي يمكن فيه. فالعاميات تشتغل في وسائط التواصل الاجتماعي، وبعيدا عن التواصل الاجتماعي، في التواصل الاجتماعي بشكل عام نحن نتواصل بالدوارج وبالعاميات، ولكن على مستوى الفكر وعلى مستوى الثقافة وعلى مستوى المعرفة فنحن نداول اللغة المتداولة بيننا هي اللغة العربية المعيار. لذلك لا أعتقد أن هناك تهديد، لأنه الأمة إذا أرادت أن تظل صامدة فيجب أن تدون علومها وأن تدون آدابها، ويجب أن تدون كل الأفكار باللغة العربية المعيار. فما يهم التواصل الاجتماعي يظل في التواصل الاجتماعي، وما يهم المعيار وما يهم الثقافة يظل في اللغة العربية. دكتور عمار، ما تأثير الترجمة في الفصحى ونشر الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية؟ الأخطاء النحوية والإملائية واللغوية كما قلت لك هي أيضا مسألة عامة. مواقع التواصل الاجتماعي اليوم هي عبارة عن مقاهي إلكترونية. هل كانت كل أحاديث الأدباء والكتاب قبل عصر النت كانت كلها بالفصحى في المقاهي؟ أكثر الفنون الأدبية العظيمة جاءت من حوارات دارت بين أدباء في المقاهي وفي الكافيهات. هل كانت كل الحوارات باللغة العربية الفصحى؟ الجواب بالتأكيد. ما يجري اليوم في مواقع التواصل هي عبارة عن مقاهي يتداول بها الأصدقاء والأحباب والصديقات مواضيع مختلفة متنوعة. نتحدث عن آثار الترجمة دكتور عمار. آثار الترجمة يتسبب بها المترجم، لا علاقة للنص المترجم بها. النص المترجم محايد. المسألة تتوقف على إمكانية المترجم، مدى سلامة لغته التي يترجم إليها. والآن نحن نتحدث عن العرب. إذا كان المترجم متمكنا من أدواته اللغوية وكان صاحب ثقافة عالية فلا خوف من الترجمة. والترجمة ليست وليدة اليوم. دار الحكمة منذ العصر العباسي مرورا بكل العصور إلى اليوم الترجمة موجودة، وهي بعد رافد ثقافي مهم لكل أمة ليست للعربية فقط، ولكن المسألة تتوقف على إمكانية المترجم. وسأستغل الوقت وأرحب وأحيي ضيفنا الكريم السيد عبد الكريم، لأن فاتني أن أسلم عليه وأثني على كلامه وأثني. طيب سيد عبد الكبير، أيضا ذات السؤال، ما تأثير الترجمة في الفصحى ونشر الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية؟ طبعا مسألة الترجمة، أنا كنت من الذين دائما عندما تتاح لي فرصة الحديث عن الترجمة، أنا دائما كنت أقول قولا: هو يجب أن نؤسس في الدول العربية مراكز للترجمة حتى نموقع أنفسنا ضمن خارطة البحث العلمي بشكل عام. طبعا هذا لا يخلو من إكراهات، طبعا هذا أمر مسلم به، لابد وأن تكون هناك إكراهات. هذه الإكراهات هي متعلقة بالسلامة اللغوية والنحوية والأسلوبية، لأنه ساد الاعتقاد بأن كل ترجمة هي في الأصل خيانة للنصوص، وهذه الخيانة لا تقف عند الأفكار فقط. فيمكن أن تكون هذه الخيانة هي خيانة نحوية أو خيانة أسلوبية أو خيانة تركيبية أو خيانة دلالية مثلا، وأن هذه الخيانة الدلالية أو التركيبية أو الصرفية إلى آخره هي متعلقة بطبيعة اللغة المنقول إليها، وطبيعة اللغة المنقول إليها تحكمها ضوابط، بمعنى أنه لا يمكن أن نعتبر أن الفرنسية أو نعتبر أن الإنجليزية هي عندما ننقل
أن ننقل بعض أفكارها إلى العربية أننا ننقل تفاصيل متعلقة بلغة فقط، فنحن ننقل تفاصيل متعلقة بلغة وفي الوقت نفسه بثقافة، وأن هذه الثقافة لها خصوصية، وأن هذه الخصوصية يمكن أن تحمل على لغة لا تستجيب لهذا الأمر. وبالتالي نقع في بعض الأخطاء التي يمكن أن تشوه النصوص الأصلية، وحتى أنها لا يمكن أن تصل بنا إلى الدرجة التي نريد أن نصل بها عندما نترجم هذه اللغة إلى لغة أخرى، بمعنى أننا نحمل هذه الثقافة، وبالتالي نسقط في بعض الأخطاء التي يمكن أن تروج، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. يعني ربما إذا سمحتم لي يمكن أن أقدم لكم يعني بعض الأمثلة المتعلقة بطبيعة كيف يمكن أن نترجم مثلا في اللغة الفرنسية نقول مثلا il fait froid il fait froid. مثلا عندما نترجم إلى ثقافة عربية نقول هذا خبر أثلج صدري، وبالتالي فالثقافة العربية تعتمد على التمني في البرودة لأن مناطقها هي ساخنة، ولكن على مستوى البيئة الفرنسية فهو أثلج إما شوفي ماكور، صافي بأنه يعني بأنه فيه نوع من السخونة على مستوى هذا الخبر، بمعنى هذا يتماشى مع ما كتب في أي بلد وحسب الثقافات التي تنشر تلك الكتابات. سيد عمار أو دكتور عمار، في السابق كنا نشاهد المسلسلات التاريخية وباللغة العربية الفصحى مما زاد من ثقافة تلك الأجيال. هل استخدامها في الأعمال الفنية أصبح عبء إبداعي أم فرصة لإعادة تقديمها بروح معاصرة؟ أستاذة إيناس، تعقيبا على يعني ما تحدثنا عنه فيما يخص الترجمة ومنذ بيت الحكمة مر إلى اليوم، أود أن أقول إن الخيانة في الترجمة تكون في الدفق العاطفي للنص وفي المحمولات البعيدة التي إذا وجدت في اللغة العربية ربما لا نجدها في لغة أخرى. هذا الأمر الذي يتعلق بالمجاز وبالمعاني والمعاني الثواني كما وصفها الناقد العربي والمنظر الكبير عبد القاهر الجرجاني رحمه الله. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأعمال التاريخية بقدر ما يعني قبل أن تنتقل إلى الإجابة عن سؤالي، لكن هل ممكن المترجم اليوم يعني ما يشعر به وما يستخدمه في ترجمته وما يميل إليه هو ما يضعه في الترجمة؟ بالتأكيد لا. هذا ربما يتحول إلى نص مترجم بتصرف. نحن نتحدث عن الترجمة الفنية، الترجمة الخاضعة لضوابط واضحة علمية رصينة، كما تفضل الدكتور عبد الكبير عندما تحدث عن ضرورة وجود مراكز للترجمة. يعني القضية ليست هوى فردي، نحن نتحدث عن الترجمة المسؤولة. هنا لا يستطيع المترجم أن يأخذ النصوص إلى يعني حيث هواه. الترجمة مسؤولية كبيرة لأنها سوف تطلعنا على عالم آخر يعيش موازيا لعالمنا، يعني نطلع من خلال ما سيترجم إلى حيوات أخرى بكل تفاصيلها الثقافية والاجتماعية وإلى آخره. نعم أستاذ اللغة، لا يحق للمترجم أن ينحاز إلى هواه. أما فيما يخص المسلسلات التاريخية إذا يسمح الوقت وأقدم بصراحة بقدر ما أفادت أضرت، لأن الطريقة التي كان يتلفظ بها الممثل في المسلسل التاريخي طريقة خاطئة. هناك تفخيم، مبالغة، حوار مسرحي. هل كان يتكلم العرب بالطريقة التي قدمتها المسلسلات التاريخية؟ بالتأكيد لا. ولكن ربما هناك عدد من المسلسلات اللبنانية التي قدمت مسلسلات باللغة العربية الفصحى كانت دقيقة ومنضبطة وطريقة النطق قريبة من الحياة. شكرا دكتور عمار المرواتي أستاذ اللغة العربية من الموصل، وأيضا
السيد عبد الكبير الحسني أستاذ اللسانيات في جامعة السلطان مولاي سليمان من المغرب، كنتما معي ضيفين عزيزين، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا شكرا لكرم المتابعة، ألقاكم في منشطات أخرى، إلى اللقاء.